وقال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هذا الحديث يدلنا على أفضل أوقات الوتر، وأفضل أوقات الوتر ننظر له باعتبارين: باعتبار الزمان وباعتبار الحال. أما باعتبار الزمان فإن أفضل أوقات الوتر الثلث الأخير من الليل، حينما يتنزل الجبار جل وعلا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستعيذ فأعيذه. إذن أفضل أوقات الوتر الثلث الأخير من الليل، كما أن السدس الأول منه أو النصف الأول من الثلث الأخير أفضل من الثلث الثاني الذي بعده، لأنه قيام داود. فقد كان داود عليه السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فإذا جمعت بين ثلث الليل الأخير وبين الثلث الذي يكون بعد النصف لعلمت أن السدس الأول من الثلث الأخير أفضل من السدس الذي بعده. إذن هذا أفضل أوقات قيام الليل باعتبار الزمان، يليها بعد نصف الليل، يليها في أول الليل. الأمر الثاني أفضل أوقات الوتر باعتبار الهيئة، فإن أفضل أوقات الوتر باعتبار الهيئة هو ما سبقه نوم ولحقه نوم، بحيث يكون المرء قد استيقظ لأجل صلاة الوتر فقط، فهذا أفضل هيئاته، وهو قيام داود وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليه ما كان بعد النوم، لأنه يقوم من مضجعه ويترك مرقده فيقوم لأجل الوتر فيكون أفضل، وهي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يكون قبل النوم، لحديث أبي هريرة: وأن أوتر قبل أن أنام. والدرجة الرابعة أن يكون بعد العشاء مباشرة، فليس قبله نوم ولا بعده نوم. هذا كلام أهل العلم باعتبار أو أفضل أوقات الوتر زمانا وهيئة. وقلت لكم طالب العلم والمسلم عموما لا يبدأ بالأشد والأكمل لأن فيه الصعوبة، وإنما يبدأ يروض نفسه ويتدرج بها حتى يصل لأكمل الكمال.